في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن خشونة الركبة وايه الاكلات والاعشاب اللي ممكن تساعد في تقليل الم خشونة الركبة، واتكلمنا ان في تمارين نقدر بيها نقوي العضلات اللي حوالين الركبة وتقلل برضو الالم بتاع الخشونة. تعالوا النهاردة اقول لكم ايه هي التمارين وهنعملها ازاي. معاكم ايمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، اطفال وبالغين وكبار سن وذوي امراض مزمنة. طيب، اول تمرين عضلة الفخذ الامامية. ارفع رجلك مستقيمة وانت نايم على ظهرك واثبت 5 ثواني وانزل بهدوء. تاني تمرين عضلة الفخذ الخلفية. ارفع كعبك ناحية المؤخرة وانت واقف، اثبت 2 ثانية وانزل بهدوء. التمرين التالت ارفع رجلك للجانب وانت نايم على جنبك او وانت واقف واسند على الكرسي ونزلها بهدوء. التمرين الرابع تمرين لعضلة السمانة. وانت واقف ارفع كعبك من على الارض كأنك واقف على اطراف صوابعك وانزل ببطء. كل تمرين هيتعمل 10 مرات، مرة او مرتين في اليوم. 5 دقايق يوميا كفاية، بس الاستمرار هو اللي هيجيب نتيجة. ابدأ النهاردة وركبتك هتشكرك. من حقك تعيش من غير ألم. عافانا وعافاكم الله.